السلام عليكم. اليوم نقدم لكم ان شاء الله هذه الاكله. اذا قدمت الفطور بالسبانخ كتجي روعه وصحيه للافطار. بداو على بركه الله. ناخذ واحد المقلاة كنضعها فوق العافيه، كنديروا فيها زيت البلديه، نخليوها حتى كتسخن. من بعد كنضيفوا ليها البصله مشلضه كما كتلاحظوا، البصل مشلض والثوم مبشور او الثوم مشكوكه، وكنخليوها تقلى مزيان حتى كتكراميزا داك البصله. تقلى مزيان حتى كتكراميزا. ديرها على عافيه مرتفعه تعاونكم كما كتلاحظوا في الصوره. شفتوا كيفاش ولات كراميزا، بصله كراميزا بحال هكا كما كتشوفوا. مازال ما تحبسوش من الخلط او التحريك. من بعد كنضيفوا لي زيتونات او السبانخ مقطعين. انا عندي كميه كبيره مقطعه مغسوله مزيان مقطعه. مازال غندير كميه واحده اخرى، وغادي نحاول ندير لها واحد الغطاء باش ترجع لها العرق ديالها وتهبط شويه. هادي ميمكنليش دابا نخلطها حتى تهبط شويه، اللي يمكن نخلطها كما كتلاحظوا. دابا نخلطها، كل مره كنخلط شويه وكنغطيها باش كيرجع لها داك الصهد ديالها. كتطلق لنا الماء، هي راه كتطلق ما نديرولها حتى شي قطره الماء ما ديروها ان شاء الله. كنبقاو نخلطو كما كتلاحظوا. شفتوا كيفاش طاحت؟ مابقاش ديك الكميه كلها كاينه تما. هي كان مع الخلط المستمر. دائما النار تكون شويه قويه. من بعد ملي كنشوفها طاحت كنهبطوا العافيه، كنقصوا الحراره، تهبطوا على 6 ولا تنقصوا اللي عندكم الغاز كتهبطوها شويه. دابا كنديروا الملح والفلفل الاسود او الابزار. اللي بغى يدير السوداني ديرها كتجي زوينه، ولا تقطعوا فيها المزود ديال الحار حتى هي كتجي ولا كيبغي الحار. انا باغي تخدم نفطر بها مبغيتش نديرها حاره. صافي كتبقى تحركوا مزيان حتى كينشف من داك الماء. نتوما نوريكم شويه، نوريكم الماء اللي كتطلق. راه كتطلق الماء مزيان. دائما مره كتحركوا كتغطيو كتحركوا حتى تيبس لكم. شوفوا الماء اللي طلقات، شفتوا؟ فهاد الفتره كنعاودوا نرجعوا العافيه، نرتفعوا درجه الحراره ديال العافيه باش كتيبس تنشف لينا من داك الماء. كتشرب الماء كله كيتشرب. شو دابا مبقاش فيها معايا شربات. دابا غناخدو مقلاة وحده اخرى اولا تستعملوا نفس المقلاة اللي بغيتيو. غندير فيها الكميه ديال لي زيتونه ولا الكميه اللي بغيتو، اللي بغى الواحد يفطر بها. انا كاين انا والزوج ديالي هاد الكميه كافيه انا ان شاء الله. صافي كنشعل البوطه وكنخليها وكنمشي ناخذ البيض اللي عندك 3 4 اللي عندك اللي موجود، كتخلطوه وكديروه فوق النار. هذه وجبه صحيه ومشبعه صراحه، زوينه. حتى اللي عنده القبض راه كتسهل عليه الخروج بفاسيلمون. كتغطيوه حتى كطيب. اللي بغى ديال الفرomage غاطي من الفوق يزيدو حتى هو. انا ما عاديه. شو هي كتولي بحال الخبيزه. انا غادي نقسم كناخذ يلاه الطاغ ديالي باش نوريكم. انا قلت لكم اللي بغى يزيد لا الفرomage يدير الفرomage، اللي يخوي البيض ديال الفرomage باش كتجي العنكه زوينه.
ها هي شفتوا كيفاش كتجي غزاله صحيه. نتمنى تجربوها تفيدكم ان شاء الله، تفيدكم. وهذه هي الوجبه افطار، كتكون مع شيوات اخرين، مي انا وريتكم غير هذه. نتمنى تعجبكم، جربوها، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، وصفه جديده، والى الملتقى. يلا تبارك الله عليكم، السلام عليكم.